بيان حزب مصر القوية بخصوص يوم العمال الأول من مايو 2013. إن عمال مصر يخرجون منذ سنوات يوميا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من أصحاب المصانع المتعسفين والذين دعمتهم حكومات مبارك في العهد السابق، ومن ثم دعمتهم حكومة مرسي في العهد الحالي. وعلى الرغم من أن أهم أسباب قيام ثورة يناير التي لم تكتمل بعد تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المهمشين، إلا أن دستور ما بعد الثورة وبرلمان ما بعد الثورة تجاهل ذلك تماما، بل واستمر القمع الذي عانت منه الشريحة العمالية طوال 60 عاما من الظلم الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والقهر الأمني كما هو الحال الآن. فما زال العمال يجازون ويفصلون ويحبسون وتهدر حقوقهم يوميا. وبعيدا عن تسييس القضايا وتحزب القرارات، فإن عمال مصر والقوى السياسية والشبابية والمراكز المنحازة للعمال وقضايا الفقراء والمهمشين بشكل عام سيخرجون للتظاهر ليس يوم 1 مايو فقط، بل وقبله وبعده وفي معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي لا طالما رفعوها، وسوف تستمر الإضرابات والاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم، وهي: أولا، وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار وبنسب التضخم، وهذا يتطلب تعديل الدستور فيما يخص ربط الأجر بالإنتاج وجعله ربط الأجر بالأسعار وارتفاعها وبنسب التضخم. ثانيا، إسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر وإلغاء كل أنواع التعسف ضد العمال والنقابين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا، فتح حوار مجتمعي ومشاركة الجهات المعنية بالنقابات عمالية ومراكز الحقوقية وأحزاب سياسية من أجل تحقيق 3 أهداف، وهي: وضع الحكومة لخطة عاجلة للتشغيل والقضاء على البطالة، إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حق تنظيم أنفسهم والضغط للحصول على حقوقهم بشكل مستقل وعدم تدخل أي جهة في شؤونهم النقابية. ثالثا، تعديل كل التشريعات الاجتماعية غير العادلة والتي صدرت في عهد مبارك مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.